بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يا إخوانا، طبعا ما ننساش إخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم احمي أطفالهم واحفظ نساءهم، اللهم احمي أطفالهم واحفظ نساءهم. اللهم وآمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم. آمين آمين. ثم ما بعد أيها الإخوة، يعني في ناس كانت بتسأل أكتر من مرة عن التسميد بين الحشات. وهنا التسميد بين الحشات بدءا من الحشة إيه، الثانية، يعني من بعد حش الحشة الأولى، من بعد حش الحشة الأولى أقصد. تسميد بقى البرسيم حتى إيه، الحشة يعني، بين الحشة والحشة. هو ما شاء الله البرسيم اللي قدام حضراتكم ده، ربنا يبارك ويكرم. ده محشوش بقاله تقريبا 17 يوم، وتروى ريتين. ما شاء الله. الرية التانية ديت يعني كانت أمس يعني. ايه بقى البرنامج اللي كان خده البرسيم ده؟ وبرضه عشان يبقى فيه انصاف وفيه يعني توضيح لكل الامور. هو بصراحة انا ملاحظ ان البرسيم في شهر 10 كده، في نص 10 لحد نص 11، ما شاء الله نموه ممتاز. المناخ والجو في الوقت ده ممتاز جدا لنمو البرسيم ده، ما شاء الله حوالي 17 يوم. وما شاء الله انا اتوقع ان هو ايه، معدي يعني بعض العيدان ممكن تكون معدية الايه، 55 سنتي او كده يعني. وفي اللي ممكن يكون اكتر، يعني ما شاء الله ايه، طويل. يعني لو جينا نبص كده، هنا الابعد عشان تشوفوه. فهو اقصد طويل وما شاء الله ايه، الكثافة النباتية كويسة يعني، الحمد لله. على فكرة البرسيم ده كان عاطش واتبهدل جدا بسبب مشاكل في البير يعني. وكان ما شاء الله كان ممكن يبقى أحسن من كده كمان لو ما تعرضش للظروف القاسية ديت يعني. المهم إيه بقى المهم في موضوع التسميد؟ أهم حاجة في التسميد ده الرية الأولى. الرية الأولى إن أنت إيه، في أول عمر الحشة تهتم بالإيه، بالبرسيم. وطبعا الري المعتدل والإيه والمنتظم، يعني ما يعطش البرسيم يعني. برضو لو في إصابات حشرية أو ما شابه، لابد إن هي إيه، الواحد ياخد بالأسباب ويعالجها. لأن ولو في إصابات برضو سمد وامشي كويس مع البرسيم كأنه سليم 100%، بحيث إن هو يستمر معاك في الحشات كويس يعني. ما شاء الله ربنا يبارك. البرسيم ده أول حشة أنا كنا حاطين له يعني شكرتين سوبر فوسفات محبب، اللي هو بتاع شركة أسوان 16%. لو مش متوفر قدام حضرتك اللي هو بتاع أسوان، برضو بتاع أبو زعبل لو جبته من الجمعية أو مصدر موثوق منه كويس. يعني أنا بستخدم يدا يعني. بس اللي هو المحبب اللي هو ال 15% بتاع أبو زعبل اللي هو هتستخدمه يعني. فأنا حطيت شكرتين تقريبا لفدان، وهو الفدان عبارة عن يعني فدان وشوية يعني. فهي شكرتين للفدان كويس خالص يعني. وبرضو كنت حطيت في الراية الأولانية شقارة نترات. يعني أنا كنت بدور على أساس إن الراية في المكان ده غمر، كنت بدور على يوريا بس ما كنتش إيه، ما كنتش لاقيها يعني. المهم إن هو إيه، في أول رية الواحد يحط إيه، اللي هو يهتم بعنصر السوبر اهوت، عنصر الفوسفات ولا هو إيه، ويهتم بالإيه، بال بالعنصر الأزوت. بيجي بعد الرية برضو الافضل، بس انا ما عملتوش الحقيقه يعني، ده ما اتعملش فيه كده. بعد الريه الاولى لما الارض تحمل الرجل، ممكن الواحد يرش رشه عناصر صغرى ورشه عناصر ايه، كبرى. يكون مثلا ايه، العناصر الكبرى مثلا كيلو للفدان، والعناصر الصغرى ممكن ايه، نص كيلو، ربع كيلو للفدان، يعني زي ما كان وصل الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الجواد حفظه الله يعني. الرقية التانية، انا اللي كان حصل ان انا حطيت هيومك، حطيت تقريبا 2 كيلو للفدان، ويكون نوع هيومك كويس يعني. الهيومك انا كنت منزل معاه بوتاسيوم. فهو ايه، ممكن يعني ايه الاهتمام، هو البرسيم هو محب لعنصر الفوسفور وعنصر البوتاسيوم.
وطبعا البوتاسيوم لسه كان امبارح، فلسه ما يعني ايه ما اشتغلش، بس هو ان شاء الله بيوزن كويس يعني. فهو كده ايه البرنامج ده انا شايفه ما شاء الله فعال. آه، اللي هو يعني ايه، وفي ناس بتحط نص شكارة نترات، بس انا في هنا يعني جارنا عزيز علينا يعني ربنا يجزيه الخير، قال لي لا الاصل حط شكارة. انا بحط شكارة وشايفها كويسة يعني. فعلا خدت بنصيحته، وكان ايه ما شاء الله البرسيم انا شفته كنت ايه شايفه حاجة ممتازة يعني، رغم ان هو كان تعرض في بعض فترات عمره لايه لظروف قاسية يعني. فيبقى كده الخلاصة ان احنا ايه بنحط بننتظم في الري، لو في اصابات حشرية نعالجها، وفي نفس الوقت بنهتم بالفترات الأولى أو عمر البرسيم الأول من الحش. الرية الأولى شكارتين صور محبب للفدان مع شكارة نترات، أو يوريا، أو سلفات نشادر. آه، وبعد بعد الرية الأولى لما الأرض تحمل الرجل ممكن رش عناصر صغرى وعناصر كبرى. وديت لو ما عملتهاش يعني ان شاء الله برضو ما الدنيا تبقى كويسه زي ما انتم ايه شايفين كده. بس هي لو اترش هيبقى افضل طبعا، والنبات هيبقى ايه اعفى واقوى يعني. الريه التانيه بنزل هيومك، لان الارض دي كانت مخدومه بسماد عضوي، فبنزل هيومك بحيث ان هو يعني ايه بيسهل على النبات الوصول للعناصر والخير اللي في الارض يعني. وفي نفس الوقت ايه بنزل معاه بوتاسيوم. البوتاسيوم هيبقى حسب الايه حسب الكميات، حسب النوع اللي انت هتنزله ايه وت... وتسمد بيه يعني. والمهم برضو ان البرسيم ياخد عمره يعني. ده ممكن حد يشوفه كده يقول لك انا هحشه، لا هو كده غلط يعني. وانا عارف ان هو عمره مثلا 17 18 يوم، طالما هو مستجيب معايا هسيبه ان شاء الله، وهياخد الريه اللي بعدها وايه وهحشه بحيث ان هو يكون عمره ايه وصل للشهر يعني 30 يوم. وعلى فكره ما شاء الله ربنا يبارك البرسيم، هو مفرخ ايه مفرخ تحته يعني، مفرخ طلع ايه نموات جديدة. فبرضه الواحد يسيب النموات الجديدة ديت يعني ايه تاخد وضعها. وان شاء الله ايه ربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع ويبارك للكل. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.